لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة موضوعنا عن صيانة مهمة للعربية هنعملها سوا، وهتشوفوا خطواتها بالتفصيل زي ما احنا متعودين. وبس الأول عايز أقول للناس اللي أول مرة تدخل على القناة عندي يا ريت نشترك ونفعل الجرس، والناس المشتركة يا ريت برضو نفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا ريت يا جماعة ما ننساش اللايك والشير والكومنت على الفيديوهات عشان نقدر نطور من المحتوى ونقدم لكم فيديوهات أفضل. الصيانة بتاعتنا النهاردة اللي هنعملها صيانة مهمة وزي ما أنا كنت لسه منزل برضو فيديو للصيانة اللي هي المهمة اللي بتتعمل في الصيف أو بعد عدد كيلومترات، زي اللي هي اللي نزلناها قريب في الفيديو اللي فات. وهي تغيير سائل التبريد بتاع العربية أو مية الرادياتير زي ما بنسميها. ودي بتتعمل كل 40,000 كيلو أو سنتين أيام أقرب، وعلى حسب برضو يعني المية اللي انت حاططها، سواء هي لونج لايف أو مية عادية بتقعد 40,000 كيلو أو سنتين أيام أقرب. وقلنا تختار المية ازاي والمناسبة لعربيتك ازاي، والفروقات بين ألوان المية وأنواعها وكده. اللي عايز يشوفه هتلاقوه على القناة، يعني هتستفادوا منه إن شاء الله. النهاردة برضو عندنا صيانة مهمة بتتعمل برضو في بعض عربيات كل 40,000 كيلو، في بعض عربيات تانية بتتعمل كل 80,000 كيلو على حسب نوعية عربيتك والماركة بتاعتها والصناعة وكده. أو لو أنت جايب قطعة الغيار الأصلية أو لأ. وهي تغيير فلتر البنزين وقلب الترومبة او اللي هو الموتور بتاع الترومبة نفسه، بتاع ترومبة البنزين. ودي يعني انا بفضل ان الصيانة دي تتعمل كاملة مع بعضها، خاصة لما يكون فلتر البنزين عندك اللي هو الفلتر الداخلي اللي هو بيبقى جوه التانك مع الترومبة بتاعت البنزين نفسها. في فلاتر بنزين بتكون خارجية زي بتاع الفيرنا كده واللانوس والاكسنت القديمة، وده بيكون خارجي بره الترومبة، وده سهل بيتغير عادي. ما بياخدش 5 دقايق وتمنه رخيص. ولكن معظم بقى العربيات الكيا والهونداي والهوندا ومعظم العربيات الموجودة سواء الكوري او الالماني او الياباني، معظمهم الفلاتر بتاعتهم بتبقى جوه تانك البنزين، او بتبقى جزء من الطرمبة نفسها. ما بتبقاش راكبه على الخرطوم من بره، بتبقى لا جزء من الطرمبة. فبتضطر انك تطلع الطرمبة بتاعت البنزين كاملة وبتتفكك وبيطلع منها اللي هو وبيطلع منها فلتر البنزين او بيتفكك كجزء منها وبيتغير. ويستحسن او يفضل لو كان عندك قلب الترومبة زي ما بيسموه او اللي هو الموتور بتاع الترومبة ده، لو كان بقاله مدة طويلة في العربية أكتر من 40,000 كيلو، يفضل إنك تغيره، خاصة إن قطع الغيار اللي موجودة دلوقتي مبقتش كلها أصلية. لو أنت عندك الأصلي، وخاصة لو عربية ياباني، لو أنت مركب القلب الترومبة الأصلي ومركب فلتر البنزين الأصلي اللي هو الأوريجينال الياباني الغالي قوي اللي هو سعره بيبقى غالي جدا ومعروف. ده بيقعد الفلتر البنزين بيقعد 80,000، من 80 ل 100,000 كيلو عادي، ما بيجراش حاجة، ما فيش مشكلة. أو يفضل 80,000 كيلو ده الرسمي بتاعه، لأن احنا برضو البنزين عندنا جودته مش قد كده، في 80,000 كيلو آخره. وقلب الترومبة نفس الكلام. في ناس بتسيب قلب الترومبة ده لحد ما العربية تعطل، بس أنا ما بحبش كده، لأنه قلب الترومبة ده لما بيقطع العربية ما بترضاش تدور وبتحطك في موقف محرج جدا. ممكن تكلفك ونش، ممكن تكلفك مصروف كبير عشان تجيب صنايعي يغيرها لك في المكان اللي انت واقف فيه، لو لا قدر الله وقفت منك على سفر ولا على حاجه. لان قلب الترومبه ده ساعات بيقطع بدون بوادر، يعني ساعات بيقطع فجاه كده بدون ما مثلا العربيه الاول ما تدورش معاك مره ولا حاجه، لا هي على طول مره واحده ممكن تلاقيه قطع والفيوز بتاعه بيضرب، وتبص تلاقيه خلاص قطع، وتبص تلاقي العربيه مش راضيه تدور، ما بتحضرش اللي هو الصوت اللي هو بتاع الزنه بتاع قلب الترومبه ده لما بتيجي تدور تعمل الكونتاكت الاول او بتيجي في اول الدواره، ده ما بتسمعش صوته، ده تعرف ان ده قلب الترومبه على طول. ده ساعات بتقطع كده فجأة، ومعظم العربيات الكوري بيقطع فيها فجأة، والياباني برضو نفس الكلام بيقطع فيها فجأة. فعشان تتلافى الموضوع ده وما يحصلش معاك، فيفضل ان انت بتغير، لو بتغير الاصلي يبقى كل 80,000 كيلو
تروح تغير ترمبة البنزين او قلب ترمبة البنزين مع فلتر البنزين الاتنين مرة واحدة، عشان تطلع الترمبة كاملة مرة واحدة، تغير الجزئين دول وتتركب في بعضها تاني وتركب تاني. ولو العربيات الكوري بتغير كل 40,000 كيلو، برضو تطلع كل 40,000 كيلو تغيرهم. بس ساعات لو انت مش جايب برضو قلب الترمبة في العربيات الكوري، لو انت مش جايبه الأصلي مش هيقعد معاك حتى ال 40,000 كيلو. ساعات فيهم في أنواع منهم بتبوظوا على 20,000 و30,000، وممكن قبل كده كمان انت وحظك، يعني بيبقى انت وحظك على حسب النوع اللي انت جايبه. فعشان كده خليه كصيانه دوريه، ما تستناش لما الصنايعي زي ما الصنايعي يقول لك لما يقطع منك يا باشا، ولما الكلام ده، لان ده هيكلفك وقت ومجهود وتكلفه كبيره وعطله وحوار. فغيره بدون ما يبقى بدون ما العربيه تقطع، غيره كقطعه غير استهلاكيه. ويفضل انك تجيب افضل نوع يعني. شوف افضل نوع، وبالذات في فلتر البنزين يفضل انك تجيب الاصلي لو تقدر على تكلفته، او لو انت، وبالذات في العربيات الكوري هات الاصلي. العربيات الياباني التويوتا والهوندا بيبقى الاصلي ده مبالغ في ثمنه جدا جدا جدا، فممكن تجيب التايواني البديل بتاعه. برضو بيبقى كويس، بس ما بيقعدش التاني بيقعد 80,000 كيلو. الأصلي ده كل 40,000 كيلو بيبقى ماشي زي العربيات الكوري كده، كل 40,000 كيلو بتروح تغيره، لأنه برضو بيبقى اتسد وفي شوائب وكده، لأن البنزين جودته مش عالية. عشان تحافظ على أداء موتورك مظبوط والعربية ما تبقاش مكتومة منك، تمشي معاك كويس. ولو هتعمل الصيانة دي تغير، وغيرت معاها بوجيهات وغيرت معاها كده، بالذات في العربيات الكوري البوجيهات، لو انت حاطط بوجيهات بلاتينيوم غيرها كل 40,000 كيلو، مع غير فلتر البنزين، مع غير فلتر الهواء لو محتاج، مع قلب الطرمبة. هتحس ان العربية فرقت معاك جامد وبقت كويسة. في العربيات الياباني البوجيهات، لو انت بوجيهاتك اريديوم ما بتقعدش 80,000 كيلو. الكلام ده مش صح، وعمر ما البوجيهات الاريديوم دي بتقعد 80,000 كيلو. كل ده كلام دعائي وبيبقى على العلب، واتكلمنا عليه في فيديو قبل كده. هم اخرهم وخاصة مع ان جودة البنزين مش عالية والاجواء عندنا حارة، واللي هو اللي بيبقى مكتوب في الكتالوجات بيبقى كاتب لك الاستخدام الشاق او كده. الاجواء الحارة مع التراب مع الوقوف والمشي المتكرر والكلام ده بيأثر من عمر قطع الغيار. فالبوجيهات حتى الاريديوم اللي هي المفروض بتقعد من 80 ل 100 الف كيلو دي، ما بتقعدش كده خالص. هي من بعد 40 الف كيلو بتبدا استهلاك البنزين يعلى، ويبدا البوجيه يسلخ، ويبدا يبقى كبسه مش حلو. وبيبدا راسه تكربن وتبقى مش مظبوطه مهما نظفت فيه. خلاص يعني ممكن انت تطول في عمره شويه انك تطلعه تنظف الراس بتاعته شويه بصنفره كده، ومثلا ماده كربون كليننج ولا حاجه، وتركبه تاني لحد ما تغيره. لكن هيحتاج برضو يتغير كده كده. هما البوجيهات عامة لو إيريديوم من 40 50 ألف كيلو، ممكن تعادل 60 ألف كيلو ما يجراش حاجة. بلاتينيوم 30 40 ألف كيلو بحد أقصى. البوجيهات بقى اللي هي العادية الكوري، البوجيهات العادية الكوري التقليدية دي، سواء ان جي كي او من اي ماركة تانية، دول 20,000 كيلو بحد اقصى. وغير البوجيه عشان تخلي العربية تفضل ماشية معاك مظبوطة. وزي ما قلنا برضو الصيانة بتاعتنا النهاردة اللي هي نركز فيها، اللي هي بتاعت فلتر البنزين. هنغير فلتر البنزين، هنغير قلب الطرمبة. وكل ده طبعا هتتفك الطرمبة وتطلع من مكانها، وهنشوف خطوة بخطوة. ويلا نشوف بقى الصيانة ونرجع لبعض تاني. وهنا بدأنا بقى في خطوات الصيانة بتاعة تغيير فلتر البنزين. وهنا ده فك الغطا بتاع الطرمبة بتاعة البنزين، بيبقى ليها كفر خارجي، وبعد كده ليها بتاعة العربية دي بيبقى ليها القفل بتاع الطرمبة نفسه، بيبقى عامل زي قرص دوار كده، بيفكه وبعد كده بيطلع الطرمبة نفسها من جوه التانك. وده فلتر البنزين الجديد، اللي بالجزء اللي بيتغير في الطرمبة نفسها اللي هو الفلتر بتاعها. ده بالنسبة للعربية بتاعتي ده فلتر تايواني، اللي هو اللي يعتبر الدرجة اللي تحت الأصلي على طول. ده بيقعد 40,000 كيلو زي ما قلنا. ودي الطرمبة، ده شكلها بعد ما خرجت من العربية، دي اللي فيها لسه الفلتر القديم. الفلتر القديم طبعا بيبقى فيه اتساخات وبيبقى مسدود بسبب البنزين، وطبعا بيبقى عدى عليه العمر الافتراضي بتاعه اللي هو 40,000 كيلو. وبتبدأ بقى هيبدأ يفككها من بعضها ويركب الجزء ده. معظم العربيات الكوري بيبقى جاي فيها فلتر البنزين زي ده كده، الجزء ده لوحده. ولكن في العربية الهوندا
بيجي فيها حالتين، يا اما بيجي فلتر لوحده زي ده، او بيجي جزء كامل، يعني الفلتر بالجزء اللي فوقيه ده، الجزء اللي هو اللي فيه الفيشة وفيه الباقي ده، وبيتفكك، والسوستة والحاجات دي بتبقى جاية كلها معاه وبيتفكك من بعضه، اللي هو بيبقى جاي زي ده زي ما انتم شايفين. يعني ده كده، ده بيبقى فلتر بنزين، بيبقى جايب الوضعية دي، بيبقى جايب كل الحاجات دي مع بعضها. بس ده بيبقى مكلف قوي، بيبقى غالي قوي، سواء الاصلي او التايواني بتاعه. في منه بقى بيتباع كفلتر بس لوحده زي ما انا بوريكم كده، ده بيبقى ارخص شوية، تقريبا نص ثمنه، حتى لو هو من نفس الماركة. يعني الاتنين دول من نفس الماركة، ولكن ده بيجي كامل على بعضه. الاجزاء التانية دي ما بتبصش، يعني اللي هي الاجزاء اللي هو السوستة والاجزاء المتحركة والخراطيم والحاجات دي ما بتبص، فبتتنقل من ده لده في الطرمبة بتاعة العربية نفسها. واللي تحت ده اللي هو العوامة بتاعة البنزين اللي بتقرا مستوى البنزين. والأسلاك دي طبعا اللي هي برضو اللي بتشغل الكهرباء بتاعة الترومبة، لأن هي ترومبة كهرباء طبعا. وهوريكم كمان وهو بيغير القلب بتاع الترومبة أو الموتور بتاع الترومبة، اللي هو برضو دي الأسلاك اللي تحت دي بتاعته. وهيبدأ بقى يفككها من بعضها، وهيغسلها وينضفها، وهيركب الفلتر وقلب الترومبة. وهصورتها لكم على قد ما قدرت يعني، وهنشوفها. هما بيتغيروا بنفس الطريقة في معظم العربيات، سواء الكوري أو الياباني أو الألماني، اللي بيكون الفلتر داخل الترومبة أو جزء من الترومبة داخل التانك. ده قلب الترومبة أو الموتور اللي بيشغل الترومبة. وده زي ما اتكلمنا عليه وقلنا ان ليه عمر افتراضي، وقطعته بتعمل مشاكل وبتعطل العربية وكده، فلازم تغيره كقطعة غير استهلاكية. وجبت برضو نوع منه كويس، تايواني كويس برضو، وهنركبه. هنا محمد الصناعي بتاع الهوندا اللي وريته لكم قبل كده، وعمل لي شغل في العربية كتير قبل كده، وصورته لكم برضو قبل كده. هو اللي بيفكك اجزائها دلوقتي، ودي من اصعب الحاجات اللي بتتعمل، او من اصعب الاجزاء بتاعت الصيانات، لانها جزء كهربائي بيتفكك من بعضه ويتركب في بعضه تاني، وليه كليبسات وبنزات بتقفله في بعضه وكده. لو مش صنايعي فاهم ومحترف وعارف هو بيعمل ايه وبيفكه ويركبه ازاي، يعني مش قادر اقول لك، هيبوظ لك اداء العربيه جدا. لان مجرد تركيب اللي هو جلبه غلط او كده بيخلي فيه تهريب في الكبس بتاع البنزين بتاع العربيه، بيخليها تعمل معاك مشاكل في الدواره، ومشاكل في السرعه القصوى، ومشاكل يعني كمان في مشي العربيه، وهتبقى مش مظبوطه خالص لو هو ما بيعرفش يفكها ويركبها صح، او قفل بنز غلط، او قفل جلبة غلط، او ما ظبطهاش مظبوط وهو بيقفلها. يعني اللهم احفظنا، بيبوظ الدنيا خالص، وبتضطر انك تحتاج تغير طرمبة كاملة، ودي غالية. فلازم تكون ضامن الصنايعي اللي بيشتغل في عربيتك ومجربه وعارف ان هو بيعرف يفك الحاجات دي ويركبها كويس، خاصة الأجزاء اللي هي الحساسة اللي زي ترمبة البنزين دي. وهنا هو بيفككها اهو. اسرع لكم الفيديو شوية لأن الموضوع طويل وخد وقت على ما يفكها ويركبها، تاخد وقت فعلا على فكها وتركبها. بس برضو محمد ده صنايعي شاطر وايده سريعة، وكده فكك الاجزاء بتاعتها. والجزء الاولاني ده انا ما كنتش مسرعه، يعني هو ده بسرعته الطبيعية، وفككها كلها بسرعة جدا ما شاء الله عليه يعني. وده كده جاب الفلتر اللي هو الجديد، بيركب فيه الاجزاء اللي فكها من الفلتر القديم. بيحط كل جزء في مكانه، الاجزاء الكهربائية في مكانها، والاجزاء اللي فيها خراطيم او اللي بيعدي منها البنزين بيرجعها في مكانها مظبوط، ويقفل البنزات بتاعتها مظبوط. وهي دي اهم حاجة، التقفيل ده. وده الجزء اللي هو الموتور او قلب الطرمبة، وده بيكون ليه فلتر هشرحه لكم. وده الفلتر بتاعه او المصفى بتاعته اسمها. ده بيتركب المصفى الاصليه، بتتنضف وتركب، لان المصفى اللي بتبقى جايه معاه ما بيكونش جايه شكل الاصليه بتاعه العربيه ابدا، فبتتركب الاصليه بتتنضف وتركب. وهنا ده الخرطوم الاساسي بتاع الفلتر اللي بيبقى راكب في الطرمبه نفسها. ده هو بيسخنه بميه مغليه اهو، عشان خاطر يركب في المكان بتاعه مظبوط، وعشان يوسع شويه فيركب في مكانه مظبوط وما يبقاش فيه اي تهريب. مش كل الصناعيه بتعمل كده، في صناعيه بتركبه كده حشر بايديها وبعد كده يربط عليه كوليه، والكلام ده مش عملي ومش سليم خالص. الطريقه اللي هو عملها دي اصح طريقه.
وبتخلي يبقى الكبس بتاع العربية مظبوط وكل حاجة مظبوطة وترجع المكان لأصلها ولفابريكتها. وبعد كده بيقفل كده بقية الأجزاء، وقفل اللي هو قلب الترومبة، وقفل كل حاجة، ورجعت الترومبة اهي تمام بشكلها الطبيعي. ونضف حتى الغطا والكفر بتاعها، ورجع العوامة، وده الكاوتشة بتاعتها اللي بتقفلها في مكانها في العربية. ورجعت اهي تمام بوضعيتها الأصلية بتاعتها، بفلتر جديد وقلب ترومبة جديد. كده تبقى عملت الصيانة بتاعت الترومبة بتاعتك، وتحافظ عليها وتحافظ على كبس العربية وأدائها وسرعتها والدوارة بتاعتها وكل الكلام ده. زي ما قلت لك عامل القطعتين دول على انهم قطع غيار استهلاكية وليها مواعيد تغيير. ما تسيبهاش لحد اما العربية تتكتم ولا ما تدورش معاك ولا الكلام ده. وهنا رجع بقى هو بدأ يركبها في مكانها تاني في العربية تاني جوه تانك البنزين. بس انا ما كنتش عارف اصوره عن قرب، يعني هو بيعمل كده عشان ما ضلملوش الدنيا، ويا دوبك كان شايف بالعافية. وهنا خلاص هو قفلها اهو، وده وقفل كمان حتى اللي هو البكرة بتاعتها اللي بتحكمها من فوق. بيقفل كده الخراطيم بتاعتها والفيشة وكل حاجة. ليها خرطومين وده الكفر بقى اللي هيغطيها اهو. ودي الفيشة بتاعتها خلاص اللي بتوصل لها كهرباء. وبيقفل بقى الاربع مسامير بتوع الغطا ده. في عربيات تانية زي العربيات السيراتو والالانترا وكده، بعض العربيات التانية بيبقى الغطا ده بيتقفل بمادة لزق، ولكن هنا بيتقفل بمسامير وكده. الصيانة شفنا كده الصيانة يا جماعة، وعملناها عند نفس الصنايعي اللي انتوا عارفينه، اللي انا قلت لكم عليه قبل كده. وسبت لكم حتى عنوانه تحت الفيديو في الديسكريبشن، هسيبه لكم برضه تحت الفيديو ده في الديسكريبشن. الصنايعي محمد اللي هو المتخصص في العربيات الياباني، وبرضه بيشتغل في الكوري وكل العربيات، وراجل بيفهم كويس يعني. اللي عايز يجربه يروح يجربه. هو برضو اللي عمل لي الصيانة دي، وغير لي فلتر البنزين وزي ما شفنا، وغير لي قلب الترومبة، الاتنين غيرتهم مع بعض. وكنت عامل عنده برضو، كنت مغير دورة التبريد كده، وكمان كنت مغير فلتر التكييف كده في دخلة الصيف. لو انت بس ده على حسب عدد الكيلوات يعني. فلتر التكييف كل دخلة صيف غيره، ومش لازم تجيب الاصلي، ما يجراش حاجه. فلتر الهواء كل ما يتوسخ غيره، مش لازم تجيب الاصلي. لكن فلتر البنزين يفضل انك تجيب الاصلي، بالذات في العربيات الكوري. العربيات الياباني ممكن تجيب الاصلي او التايواني، انت ومقدرتك. ده هيقعد 80، ده هيقعد 40 زي ما قلنا. البوجيهات يفضل انك تجيب البوجيهات الاصليه بتاعت عربيتك، دي افضل حاجه. سواء بقى في الكوري او في الياباني، عشان هتقعد معاك العمر الافتراضي الطبيعي بتاعها واتكلمنا عليه. وكل ده يخلي عربيتك تبقى ماشيه مظبوطه معاك. ويا رب يكون الفيديو النهارده فاتكم. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوناش برضو في اللايك والشير والكومنت على الفيديوهات. وشكرا.